كانوا بيقولوا عليه مستحيل يكمل تعليمه، مستحيل يدخل جامعة، مستحيل يبقى باحث، بس هو اختار يكون اسمه أكبر رد. حكايتنا النهاردة مش مجرد شاب من أصحاب متلازمة داون، ده أول باحث مصري يناقش رسالة الماجستير. وفي إيه؟ في الإعلام. وحكاية ولا في الخيال، بطلها شاب بسيط اسمه إبراهيم الخولي. إبراهيم ناقش رسالته في معهد البحوث والدراسات العربية لجامعة الدول العربية قدام لجان وأساتذة من دول مختلفة، واتكلم عن قضية هو أكتر حد حاسس بيها: المعالجة الإعلامية لقضايا القادرون باختلاف. بس قبل ما نوصل للحظة دي لازم نرجع سنين لورا ونتكلم عن رحلة تعب ودراسة طويلة. إبراهيم من صغره بيعشق التحدي، ذاكر في الثانوية العامة وجاب مجموع، ومن بين كل التخصصات اختار يدرس إعلام بالجامعة الكندية، ومن أول يوم لحد التخرج وهو من الأوائل. تفوقه في الدراسة فتح له طاقة القدر. الجامعة عينته معيد في قسم الإذاعة، لكن كان ناقصه حاجة واحدة وقفت ما بينه وما بين الانضمام لهيئة التدريس. ومن شروط التعيين إنه يكون حاصل على درجة ماجستير، مطب مش سهل ممكن يعطل أي حد. لكن إبراهيم الخولي ساعتها دخل معهد البحوث والدراسات العربية، وزي العادة نجح في السنة التمهيدية وبتفوق وبشهادة أساتذته. كان نموذج مشرف، سواء في الانضباط بيجي أول واحد في المدرج أو التفاعل مع الدكاترة، وأكنه يعني لسه طالب في الجامعة. بعدها بدأ يحضر رسالة الماجستير، وهنا الدكتورة ريم عادل المشرفة على الرسالة حكت عن كواليس أول لقاء جمعها بإبراهيم. واستاذة العلاقات العامة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة فاكرة تفاصيل اليوم ده، ويومها سألته عن موضوع الرسالة، والمفاجأة إنه كان محضر كل حاجة، وقالوا من غير تردد: هناقش قضايا القادرون باختلاف، فكرة جديدة وبره الصندوق لكن من القلب. إبراهيم ما لقاش أفضل من تجربته الشخصية، والمفاجأة الأجمل إن الدكتورة ريم اتحمست للفكرة أكتر منه، والاتنين بدأوا يحطوا خطة بحثية اتعرضت على نخبة من أساتذة الإعلام من مختلف الدول العربية، والكل أشاد بيها. الموضوع ما كانش سهل، في صعوبات كتير واجهته، لكن وسط كل الضغوط والدته شالت الحمل معاه ووقفت جنبه ظهر وسند. وبعد سنتين من الشغل والاجتهاد إبراهيم قدر يحقق إنجاز بمعنى الكلمة. ناقش الرسالة بأول باحث علمي من أصحاب متلازمة داون ياخد الماجستير. نهاية جميلة لحكاية أكاديمية طويلة اتحدى فيها إبراهيم كل الصعوبات اللي واجهته، وأثبت إن مش عجز ولكن دافع للتميز. وفي اللحظة اللي أساتذته وزمايله وأهله وقفوا وسقفوا، إبراهيم ما نساش قضيته وقضية ناس كتير. وقف في قلب القاعة وقال: أنا مش معاق ذهنيا، أنا من القادرون باختلاف. وإبراهيم طالب المسؤولين بتغيير المصطلحات المرتبطة بذوي الهمم، خصوصا كلمة معاق ذهنيا. اتكلم من قلبه بكل بساطة وقال: يا ريت نغير الكلمة دي عشان تليق بينا وتحسسنا إننا مش أقل من أي حد. انت فاكر إن الحكاية هنا خلصت؟ إبراهيم مش بس متفوق في دراسته، ده كمان بطل عالمي في التنس. من 2008 وهو بيرفع اسم علم مصر في بطولات دولية ومنصات التتويج تشهد على أمجاده. وسنة 2019 أخذ المركز الأول زوجي والثالث فردي، والرئيس السيسي كرمه في احتفالية قادرون باختلاف. وده لأنه نموذج مشرف بيقول لكل واحد: لو عندك حلم حارب عشانه. إبراهيم الخولي مش بس قهر الإعاقة، ده كتب سطر جديد في كتاب الإرادة، وخلى الناس تبص لذوي الهمم بعيون تانية، وفتح كمان ليهم أبواب الأمل. إبراهيم علمنا يعني إيه الإعاقة الحقيقية، وإنك تكون قادر بس تستسلم.